انا في شركتي دلوقتي بشتغل على الاكسل، بس انا مهتم جدا بباور بي اي. ابدا بايه؟ سؤال بيجي لنا كتير لما الناس بتشترك معانا في الكورسات الاكسل والباور بي اي. ابدا بايه؟ دايما الاجابه بتكون هو ايه اللي انت بتشتغل عليه دلوقتي. يعني انا في شركتي هل بعمل الريبورتس على الاكسل ولا بعملها على الباور بي اي؟ ابدا باللي انت بتشتغل عليه. ده مش معناه ان انت ما تتعلمش تول ثاني، لا هتتعلمها برضو، بس ابدا باللي انت بتشتغل عليه. يعني ايه ابدا باللي انا بشتغل عليه؟ انا في شركتي دلوقتي بشتغل على الاكسل، بس انا مهتم جدا بباور بي اي. تمام، حلو قوي. بس هل انت باور بي اي هتقدر ان انت تعمل بيها ريبورت وتبعته للمانجمنت؟ لا للاسف ما عندناش لايسنس. طب خلاص، يبقى انا هعمل ايه؟ انا هعمل الريبورت الاول على الاكسل واوري المانجمنت ازاي احنا نقدر ان احنا، او انا طورت نفسي ازاي. وده حاجه من الحاجات حتى اللي جات لنا مره عميل قال لنا في واحده من الويكلي ميتنجز، انا مديري قال لي احلف بالله ان انت اللي عملت الداشبورد دي، انت ما كانش مستواك كده. فقال له طب انا خدت كورس واتعلمت. فالفكره كلها ان انت لما بتقدم حاجه في شغلك، انت كنت بتعمل ريبورت، ابتدى شكل الريبورت ده يتطور، بيبقى فيه اناليسيس بشكل افضل، فيجواليزيشن بشكل افضل، اخترت تشارتس افضل، وابتديت تعمل الاينمنتس وتعمل فيجواليزيشن وتختار الالوان اللي ليها علاقه بالبراند بتاعتك او الشركه بتاعتك، الوان الشركه بتاعتك. فده خلاص كده وصلك ان انت ابتديت ان انت تبقى عندك دلوقتي عملت ريبورت قوي بالاكسل. ممكن بعد كده تروح عامل ديمو بباور بي اي وتوريه للشركه. ده انا كمان ممكن نعمل باور بي اي، وفي ناس كمان كتير عندنا ابتدت تعرض ده لشركتهم، والشركه ابتدوا ان هم يبقى ويلنج ده الباور بي اي افيلبل على الموبايل واقدر اشوف الداشبورد من اي مكان. فابتدوا ان هم يشتروا لايسنس، مش لازم يشتري للشركه كلها، يشتري للناس اللي عايزه تبقى عندها لايسنس لباور بي اي. فابدا الاول بالتول، بالحاجه الارجنت، الحاجه اللي انت دلوقتي محتاجها دلوقتي. هتلاقي في الكورسات بتاعتنا احنا بنقدم جزء الداتا اناليسيس والداتا فيجواليزيشن باستخدام الاكسل ومايكروسوفت باور بي اي. هتلاقي لينك موجود مع الفيديو فيه تفاصيل الكورسات اللي احنا بنقدمها.